وهنا فائدة، نخرج عن الدرس قليلا. لما أصبح العلم سهلا في هذا الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يسهل في آخر الزمان، فقد جاء عند الدارمي أن القرآن يقرأه في آخر الزمان كل أحد حتى الصبي والمرأة، كل الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. فلما أصبح العلم سهلا، في دقيقة تستطيع بهذا الجهاز الذي بين يديك أن تطلع على فتوى لفلان ثم تقرأها وتقول أفتى فلان بكذا ودليله كذا، وليس في صدرك من العلم شيء، وإنما تقرأه في ثوان. فلما كان العلم سهلا أصبح الخطأ أكبر. العلماء قديما عنوا بتبيين أهمية العلم وتصعيبه في البدايات، لم يقولوا إنه صعب، ولكن تصعيبه في البدايات لكي يستشعر طالب العلم أن هذا العلم يحتاج إلى بذل جهد. كما قال الشافعي: العلم 4 أرباع، من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس وما أكثر هؤلاء، ومن تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته من العلم شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته من العلم أضعاف أضعاف ما أدرك، وحينئذ يتواضع في العلم ويقر بالجهل ويقل إنكاره ويزداد ورعه وتكثر خشيته. قال: وأما الربع الرابع وهو أطولها وأكبرها وأعظمها وأوسعها فلا يكاد يحيط به أحد. ولذا دائما الإنسان أو العلماء قديما من باب تربيتهم لطلبة العلم عنايتهم في صياغة الألفاظ بقصد معين. نص على هذا المعنى الذي ذكرت لكم الفارقي من علماء الشافعية، فقال إن بعض العلماء يتعمد تصعيب العبارة لأجل أن يعظم العلم في قلوب الطلاب، يعرفون أن الصعب ليس بالسهل. هذا أغرض من أغراض أهل العلم. التسهيل دائما قد يكون مقبولا للفتوى، لكن في طلب العلم لا. هذا الزمان زمان غرائب، أصبح الناس يتكلمون في كل شيء، أجهل الجهال يتكلم في أعظم الأمور. ألم تسمعوا باستباحة دماء وأعراض وكفرت جماعات وأفراد من فئام لا يعرفون في دين الله عز وجل ولا شرعه شيئا. ولذا العلم يجب أن يتعب فيه المرء، كما قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. تفضل.